السلام عليكم. اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي. النهارده بقى جايبه لكم وصفه مختلفه شويه ومميزه جدا وفيها لمسه جديده. هنعمل النهارده مع بعض بطاطا بالكريم كراميل، والوصفه سهله جدا ومكوناتها بسيطه وموجوده في كل بيت ومبتاخدش وقت كتير واحنا بنحضرها، وب3 مكونات بس هتعملوا احلى حلويات بارده ممكن تجربوها في الصيف. وكمان هقولكوا ازاي نطلع قوامها ناعم زي ما انتم شايفين كده. ولو بتحبوا الحلويات السهلة والطعم المميز يبقى لازم تجربوا معايا النهاردة البطاطا بالكريم كراميل. وصفة بسيطة جدا بس نتيجتها حلوة قوي وكمان طعمها جميل جدا. يلا بينا نبدأ مع بعض خطوة بخطوة ونشوف هنعملها ازاي. بس قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على الرسول. وأول حاجة معانا وهي البطاطا، وهنحتاج في وصفتنا النهاردة كيلو من البطاطا. هنغسلها كويس جدا تحت مية جارية عشان نشيل منها أي تراب او اي حاجة ممكن تكون لازقة فيها. وبعد كده هنقشرها، وانا بصراحة بحب ان انا اقشرها بمقشرة البطاطس لانها سهلة جدا وبتسهل عليا وانا بعملها وكمان ما بتضيعش الوقت. وناخد بالنا واحنا بنشتري البطاطا اننا نختار الحجم الوسط، وده عشان تبقى مسكرة وطعمها احلى، وما بنشتريش الحجم الكبير منها لان هو ما بيكونش مسكر. وكمان نحاول ان احنا نختارها انها تكون مستقيمة مش معوجة، وده عشان يسهل عليا وانا بقشرها. وبعد ما قشرنا كمية البطاطا كلها هنبدأ ان احنا نقطعها، ونحاول واحنا بنقطعها ان القطعة كلها تكون كلها تقريبا قد بعض، وده عشان لما نيجي نسلقها تستوي كلها مع بعض في نفس الوقت. يعني لو في قطعة كبيرة وقطعة صغيرة هنلاقي ان القطعة الكبيرة لسه ناشفة والصغيرة اتسلقت معانا واتهرست. فنحاول واحنا بنقطعها ان احنا نقطعها قطع متوسطة، لان ده بيخلي البطاطا تتسلق اسرع من ان احنا لو سبناها سليمة. وبعد ما قطعنا كمية البطاطا كلها هاخدها واحطها في حلة عشان اسلقها. والخطوة دي مهمة جدا لان السلق هو اللي هيخليها طرية وسهلة في الهرس بعد كده. هضيف عليها كوباية او كوباية الا ربع مية عادية. ودلوقتي هرفع البطاطا على النار وهغطي عليها وهسيبها على نار متوسطة لعند ما تتسلق وتبقى معانا طرية. واول لما تغلي بقلبها، وده عشان ملاقيش جزء اتسلق وجزء لأ. وهي تقريبا بتاخد 10 دقايق على النار لعند ما تتسلق. وعشان نتأكد ان البطاطا اتسلقت معانا بنجيب شوكة، لو الشوكة دخلت بسهولة يبقى كده البطاطا استوت. والطريقة دي اسهل حاجة عشان نتأكد ان البطاطا معانا طرية وجاهزة بعد كده للهرس. ولو لقيت الشوكة بتقف او البطاطا لسه ناشفة شوية بسيبها تكمل غلي على النار شوية كمان. وبعد كده هنهرسها بالهراسة. لو ما عندكيش الهراسة دي ممكن تستخدمي الشوكة، بس طبعا قبل ما بنهرسها لو كان فيها مية بنصفيها، لو كانت شربت المية فتمام هنهرسها على طول. في درق الخلاط هنضيف فيه كيلو حليب ومعلقتين سكر، وطبعا لو عايزين تزودوا فده على حسب رغبتكم. وبعد كده هنضيف البطاطا المهروسة، بس اهم حاجة ان احنا بنكون سايبين البطاطا تبرد شوية وبعد كده بنضيفها على الحليب. يعني بنسيبها كده حوالي 5 دقايق لعند ما تبرد. هنغطي عليها وهنضربها في الخلاط لعند ما تبقى ناعمة جدا. وبعد كده هجيب حلة وابدأ اصفيها. والخطوة دي مهمة جدا لانها بتشيل اي الياف او اي تكتلات صغيرة موجودة في البطاطا، وده طبعا بيفرق معانا في النتيجة. ونتأكد ان احنا هنصفيها كويس عشان يبقى معانا بعد كده القوام ناعم. ودلوقتي هنضيف عليها 2 باكت من الكريم كراميل، وده طبعا بيديها طعم جميل جدا. وانا هنا بضيف الكريم كراميل بس، والعسل بتاعه بنسيبه على جنب عشان بعد كده هنحطه في القوالب. وبنقلبه في الاول على البارد لعند ما الكريم كراميل يدوب. واول لما يدوب بنضيف عليه ربع معلقة صغيرة فانيليا، وده عشان اللبن اللي احنا ضفناه. وفي الوقت ده ممكن تدوقوها وتشوفوا لو عايزين تزودوا السكر فده على حسب رغبتكم، هتضيفوا بقى من معلقة لمعلقتين. وانا هنا ضفت عليها كمان معلقتين سكر، بس اهم حاجة انكم ما تكتروش عشان بعد كده هنضيف عليها صوص الكراميل.
وبعد كده هنقلبها وهنرفعها على النار. بنرفعها على نار متوسطة وبنفضل نقلب فيها وهي على النار، عشان لو سبناها فهتتحرق معانا، وكمان عشان ما يكلكعش معانا وقوامه يفضل ناعم. واول لما تغلي بنسيبها بعد الغليان ب3 دقايق وبعدين نطفي عليها، وناخد بالنا انها ما بتتقلش خالص وهي لسه على النار، هي بتتقل بعد ما بنضيفها في القوالب وبنسيبها تبرد شوية. وبعد كده معايا القوالب هبدأ اضيف فيها العسل بتاع الكريم كراميل، وطبعا الكمية اللي انا عملتها هتكفي قالب كبير وقالب صغير. في القالب الكبير هحط فيه 1.5 كيس من العسل بتاع الكريم كراميل، والقالب الصغير هضيف فيه نص كيس، وطبعا كانوا كافيين جدا. وطبعا لازم ناخد بالنا ان احنا بنحضر القوالب دي وبنسيبها على جنب، عشان لما تبقى البطاطا بالكريم كراميل جاهزة معانا نصبها على طول في القوالب وما نستناش عليها، عشان لو استنينا عليها وهي لسه في الحلة فهتجمد، وبعد كده هنلاقي صعوبة لما نيجي نحطها في القوالب. ودلوقتي بعد ما جهزنا البطاطا بالكريم كراميل هننزل بيها فوق طبقة الكراميل اللي احنا حطيناها في القالب، ونوزعها كويس لعند ما يبقى كده متساوي على الوش. ولو عايزين تقللوا من الكمية دي شوية وتستخدموا بس قالب واحد، فهتحتاجوا نص كيلو بطاطا عليها نص كيلو حليب وباكت واحد من الكريم كراميل. واحنا بنصبها في القالب نحاول ان احنا نوزعها على القالب كله، عشان لو نزلنا بيها في حتة واحدة هنلاقي طبقة الكراميل دي طلعت معانا لفوق، فهنحاول واحنا كده بنعملها ان احنا نعملها بالراحة. وبعد لما بنصبهم في القوالب بنسيبهم لعند ما يبردوا تماما، واول لما يبردوا بندخلهم التلاجة، لكن ما ينفعش ان احنا ندخلهم التلاجة وهم لسه سخنين، لا لازم يبردوا الاول. وبنسيبها في التلاجة من 3 ل4 ساعات او لعند ما تجمد. ولعند ما جمدت ومسكت نفسها كده شوية طلعتها من التلاجة، وهبدأ اضغط عليها كده بايدي عشان لو كانت ماسكة من الجناب تتفك شوية، عشان بعد كده لما اجي اقلبها تتقلب معايا بسهولة. شايفين بقى قد ايه نزلت بسهولة، وما كانتش محتاجة ان احنا نحطها في مية سخنة او نحط عليها فوطة دافية. شايفين بقى شكلها عامل ازاي، الكراميل كده من فوقها يعني مديها شكل ما شاء الله، وكمان طعمها جميل جدا. والميزة في الوصفة دي انها ما بتاخدش وقت كبير واحنا بنحضرها، وكمان اقتصادية جدا، يعني بمكونين 3 عملنا احلى حاجة حلوة ممكن نحل بيها يومنا. وبالنسبة للقالب الكبير هنعمله بنفس الخطوات اللي احنا عملنا بيها القالب الصغير، هنضغط كده ضغطة خفيفة بايدنا على الجناب كده عشان تفك شوية، وهنحطه كده في طبق كبير وبعدين هنقلبه. وشايفين بقى ما شاء الله بتنزل بسهولة ازاي. وكده هتكون وصفتنا للنهاردة خلصت، بطاطا بالكريم كراميل، شكلها طبعا ما شاء الله جميلة وطعمها اجمل بكتير. جربوها بنفس الطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي، واشوفكم على خير في فيديو جاي.